لو ده هيبقى شكل الرياضه في مصر، وده هتبقى لعيبه الكوره اللي هي قدوه. خلي بالك، لعيب الكوره ده قدوه ايا كان بقى، شيكابالا، ابو تريكه. انت حر، انت بتختار انت بتبقى قدوه ازاي على طريقتك. او اللاعب ده اللي مش فاكرة اسمه، لعبه، مش عارفه لعبه ولا ملعوب، بس هو لعبه. تمام. امبارح اللي حصل وابين لك ان مشجع الزملكاوي ده كل حاجه عنده شيزوفرينيا، عنده خلل نفسي. المشجع الزملكاوي اللي طول الوقت بيطلع يقول مثلا في ازمه كهربا مثلا، او العقوبه بتاعه كهربا، فاكر لما هتف غير لائق في ماتش، بعد ماتش تقريبا اللي كسبناه، كان ماتش سوبر او ماتش كاس، مش فاكره كان ماتش ايه بالظبط، وكهربا هتف مع الجمهور هتاف كده، وقال لك ده هتف غير لائق، وكهربا المفروض يتعاقب ويتغرم، والزمالك بعدها ما جاش ماتش السوبر لحد ما كهربا يتغرم ويتعاقب، وفعلا كهربا اتغرم وتعاقب عقاب محترم. وعلى فكره اتعاقب واتغرم من النادي الاهلي قبل الرابطه واتحاد الكوره. بعدها كانت ازمه حسين الشحات والشيبي، مع ان الزمالك ما كانش طرف، كانت مباراه بين الاهلي وبيراميدز، والخناقه حصلت بين الشحات والشيبي في قلب الملعب و... وقلنا يا جماعه ده الشيبي يعني قل ادبه على حسين الشحات وشتمه وبتاع، قال لك لا مالناش دعوه، المهم ان حسين الشحات غلطان. وفعلا كلنا قلنا ان حسين الشحات غلطان، وطلعنا كلنا غلطناه، وبرده تعاقب واتغرم من النادي الاهلي قبل الرابطه وقبل اتحاد الكوره. بعدها كانت ازمه امام عاشور. اوه ماي جاد، امام عاشور نفخ بالونه بجد، انتوا بتهزروا يعني ايه ينفخ؟ طلع بقى ابراهيم عبد الجواد بقى وايمن يونس بقى والاعلاميين كلهم قال لك دي حركات مش كويسه، مع ان امام عاشور كان كل ماتش سواء الاهلي طرف فيه او مش طرف فيه كان بيسمع شتيمه امه وبيتخاط في عرض مراته باسوا الطرق، وبرده امام عاشور ما ردش على الجمهور خالص. كان اي حاجه بيعملها كان عباره عن احتفال، انت بتشوفه احتفال حراق شويه او بتاع، هو حر طالما ما ذكرش اسمك في حاجه، هو حر. امبارح اللي حصل في ماتش الطايره، طبعا كلنا شفنا هذا اللاعب الذي يمثلهم، خير من يمثلهم والله، زي شيكابالا بالظبط يعني طبعا. فعمل حركه مسيئه للجمهور، فطلع جمهور الزمالك قال لك طب ما هو اتشتم، الجمهور شتمه. يعني على فكره اللاعب ده اول ما نزل لو هم بيتفرجوا كان بيتعمد استفزاز، يعني هو متعمد استفزاز. تمام. قال لك ما هو اتشتم، ما ده مبرر برضو؟ ده مبرر؟ ده مبرر ان هو لما لو حتى اتشتم يعمل كده للجمهور؟ ده مش مبرر، ما ينفعش يا جماعه، ده لاعب. الناس اللي قاعده في المدرج دول مش قدوه، عمر ما حد هيشوفهم اصلا. مين دول اصلا؟ يعني هو مجرد مشجعين رايحين يدعموا فريقهم. والماتش اللي فات بتاع الطايره برضو حضرتك، يعني أنا مش فاكره اللاعب اسمه ايه، بس هو اللاعب رقم 14 ده، مش فاكره اسمه ايه، بس هو لاعب يعني تقريبا ده امام عاشور بتاع الطايره، شتمته باسوأ الالفاظ على فكره، شتمته خدت في عرضه باسوأ الالفاظ، واللاعب في الاخر بس عمل لك باي باي مع السلامه، ما عملكش كده. يعني انت مش الجمهور اللي ما بتغلطش، لا انت بيطلع منك اسوأ الالفاظ وكل حاجه غلط بتطلع منك. ليه بتدي الحق لنفسك ان انت تعمل كده؟ ليه بتدي الحق لنفسك؟ طب ما تبقاش عندك الازدواجيه دي، انت ليه كده؟ ليه متناقض مع نفسك بالطريقه دي؟ ان هو يا غلط يا صح، يا غلط يا صح. وعلى فكره هو الغلط غلط والصح صح. زي ما انا هقول لجمهور الاهلي انتوا غلطانين ان انتوا عملتوا كذا، فانت الطبيعي ان انت تطلع تقول للاعب بتاعك انت غلطان ان انت عملت كذا، لان ده ما ينفعش ان انت تبقى لابس تيشيرت نادي الزمالك وبتمثل نادي الزمالك وتعمل الحركه دي، ما ينفعش. بس هرجع اقولها لك تاني، انت مبسوط باللي لعيبتك بتعمله لان هي دي تمامكم وهو ده اخلاقكم، وتاني ده خير من يمثلكم.